في أحد الأيام المباركة في شهر ذو الحجة، كان يعيش في قرية صغيرة رجل صالح يدعى عبد الرحمن. كان عبد الرحمن معروفا بتقواه وإيمانه القوي، وكان يحتفظ دائما بقلبه مفتوحا للخير والطاعة. كانت العشر الأوائل من ذو الحجة قد بدأت، وقرر عبد الرحمن أن يخصص هذه الأيام للعبادة بشكل أكبر. كان يقوم للصلاة في الليل، ويصوم النهار، ويقرأ القرآن بشغف، ويكثر من الذكر والاستغفار. في اليوم الأول ذهب عبد الرحمن إلى المسجد بعد صلاة الفجر، وبدأ يتفكر في فضل هذه الأيام. تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فكان كل لحظة بالنسبة له غالية وثمينة. في اليوم الثامن، وهو يوم التروية، ذهب إلى السوق ليشتري ما يحتاجه ليوم عرفات. رأى هناك رجلا فقيرا يبكي بجانب الطريق. لم يتردد عبد الرحمن، فأخذ يد الرجل وسأله عن حاله، فكان الرجل في حاجة إلى المال ليشتري غذاء لعائلته. أعطاه عبد الرحمن من المال ما يكفيه، وودعه بدعوة صادقة. في يوم عرفات، وقف عبد الرحمن في بيته مستشعرا جلال هذا اليوم. رفع يديه إلى السماء بالدعاء والرجاء، وكان قلبه ممتلئا بالإيمان والأمل. عندما انتهت العشر الأوائل، شعر عبد الرحمن بقربه من الله، وأحس بأن قلبه قد أضاء بالطاعات والعبادات الخالصة. المغزى من القصة هو أن استغلال أيام العشر الأوائل من ذو الحجة بالعمل الصالح يجلب البركة والرزق، ويقرب الإنسان من الله تعالى.